بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد. مرحبا بالجميع. في الفيديو تاع اليوم راح نخدمو فوندغوب ولا فستان المنزل ولا فستان النوم، يعني سميوه كيما حبيتو. استعملوا قماش اللي حبيتوه، ايضا قماش بيزو بيزو ولا قماش العادي. كبداية ندخلوا في الموضوع، نقول بسم الله. جبت القماش تاعي طويته على 4، درت لكم درس تاع طوي القماش، خليه لكم في صندوق الوصف وخزروا فوق تلقاوه. طويت القماش تاعي على 4، ومن بعد حسبت 15 سنتيم كيما راكم تشوفوا، وهبطت ب15 سنتيم، يعني درت مربع 15 على 15. فوالا، درت 15 على 15 مربع، ومن بعد سطرت هذاك المربع اللي درتو. هنا القماش راهو مطوي على 4، انا استعملت القماش بيزو بيزو باش يكون مريح في النوم، يعني يكون كيما نقولوا حنا حنين على الجسم تاعنا. اهبط ب18 سنتيم باش ندير تحدة الابط، واللي تكون اكثر تهبطي حتى ب20 سنتيم. ومن بعد ما 15 سنتيم هذيك تقدري ديري 6 7 10 12، يعني انتي العرض تاع الاكتاف اللي حبيتيه. انا في البدايه درت 6، ومن بعد زدت 3 يعني 9، باسكو يروح السنتيم في السورجي وقسمة تطويحة كيما من بعد تشوفوا معايا في الفيديو، يعني تروح هذوك السنتيمترات راح يروحوا. سطرت قبالة كيما تشوفوا، ومن بعد درت خط قبالة حتى كاع القماش تاعي. جبت هذا بيروكي تاعي، تقدري تطلعي ب3 سنتيم، ومن بعد ديري حدة الابط هذيك، ولا ديريها بشكل دائري كيما حبيتي. هنا كنت نقيس دوران الصدر، يعني هنا ما يهمش دوران الصدر، لكن اللي حبيتي ديريه تقدري ديري 38 36 34 انتي واش حبيتي. قلت لكم هذه تجي شويه عريضه، يعني تاع فستان تاع النوم، يعني قلت لكم يكون مريح. الطول الكلي تقدري تستعملي عفوا 100 سنتيم ولا 120 ولا 130، ومن بعد كي تاخدي الطول تاعك الكلي تقطعي القماش. هنا تخلي القماش اللي قعد لك، انا هذا هو اللي قعد لي في الكول. هذاك المربع اللي درت 15 على 15 دورته هكا باش يجيني الكول دائري. تحبي تخليه مربع ايضا انت حرة، انا حبيت الشكل يجي دائري. قطعت هذوك اللي كنت سطرت عليهم باش ما يتعوجليش القماش، ومن بعد قطعت الكول تاعي المربع. هنا ايضا تحبي ديري التسفاج تاعك تاع الرقبه بالبي، ولا تحبي تخليه هكاك، يعني انا كي نقول مشروع مربح يعني ما فيه لا بي لا والو. هنا كي قلت لكم زدت فوق هذوك 6 سنتيم، زدت 3 سنتيم واحده اخرى. شوفوا فوالا، هنا قلت لكم يعني الكتف اللي حباتو عريض دير فيه 10 12، انتي واش حبيتي. اللي حبت الاكمام هابطين تكمل القماش كامل، يعني انا كي درتو الاكمام تاعو من بعد تشوفوه وشفتوه في الصوره المصغره، يعني ماشي هابطين، درتو بهذه الطريقه. بعد درت هذيك حدة الابط تاعي، هنا كنت نحسب دوران الصدر، ومن بعد خذيت القماش كامل. دي حباتو يجي على الجسم تاعها، تاخذ دوران الصدر الحقيقي، يعني ما تزيدش فيه. هذا الفستان يعني شوفوا يلبس الرقيقه ويلبس السمينه، يلبس حتى 4 اكس ال 4 اكس ال، يعني كما نقولوا يلبس جميع المقاسات. ومن بعد حطيت المسطره تاعي من عند حدة الابط، قلت لكم خديت كامل القماش حتى للاسفل، ومن بعد قطعته من تحت من الاسفل، طلعت ب3 سنتيم وقطعت. شوفوا هنايا دورت حدة الابط، بعد كملت الهبطه تاعي كامل حتى للاسفل، وطلعت ب3 سنتيم باش ما يجيش الفستان هابط يعني لتحت. يعني هذا واش فيه ساهل ماهر، قلت لكم تقدري تستعمليه بمتر و20 سنتيم تاع القماش تستعمليه. شوفوا هذه اللي نحيتها 3 سنتيم اللي قلت لكم عليها، هاي الرقبه وهذيك حدة الابط. هنا في الوسط حكمت المقص تاعي، كرونتيتو في الوسط، يعني باش ندير هذوك اللي بليه لهنا من القدام ومن الخلف، يعني نفس الفكره، ما درش اختلاف. تحبي تفرقي بيناتهم ديري بابيون هنا صغير باش يبان لك الامام والخلف. هنا كيما وريت لكم، شوفوا اني فصلت الامام والخلف. لكم هنا ماشي تنقصي زعما من الامام شويه ومن الخلف شويه، لا يجيو كاع كيف كيف. هنا ديري لي بلي، انا حكمتهم بالدبابيش. شوفوا هنايا 2 سنتيم درتهم في اتجاه واحد، من بعد واحد الماشينه وجوزت عليهم خياطه. قلت لكم هذا الفستان يعني ليه كما نقولوا خفوف، سهل في اللبسه تاعو وسهل في خياطته، نص ساعه وانت خيطتيه.
هنا كنت نحي في الدبابيس وجوزت خياطة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. ما تنسوش الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا في التعليقات. شوفوا هنا كيفاش جوزت خياطة فوق هذوك لي بلي اللي درتهم. زدت الجهة الأخرى بنفس الطريقة. نذكركم أيضا بالفيديوهات السابقة اللي راهم في القناة، تقدروا تروحوا تشوفوهم، راح تستفادوا منهم. وخلوا لي تعليقات رأيكم حول الفيديو. إذا المشاريع أيضا تاني حطيتكم فيديوهات على المشاريع، تقدروا تروحوا تشوفوهم. ودروس الخياطة أيضا كاينين، يعني في الصيف يمشوا بزاف هادو الجبات كيما نقولوا. قلت لكم استعملوهم بقماش هذا ولا بالقماش تاع الصيف. شوفوا هنا قلت لكم نروح ندير سورجي في الرقبة هذيك، نجوز لها سورجي كامل طرف طرف توغ توغ. هنا في هذه المرحلة قلت لكم تقدروا ديروا البيه، يعني تدوروا عليها. انا ما درتش البيه باش يجيكم خفيف ويجيكم ساهل وما تخسروش فيه الفستان هذا، يعني ما تخسروش بزاف فيه، وكي تربحوا السمعة فيه. ايضا كما كنت قلت من قبل القماش، يعني تسعيرة القماش هذا بيزو بيزو كل واحد شحال يبيع فيه هكي. هاوليك شوفوا السورجي نتوما كتشوفوا راني نحكي لكم. كاين اللي يحسبوا 30 في المتر، كاين تاع 45 في المتر، يعني وفي الوان واشكال متعدده. ثاني كاين حاجه القماش، كاين اللي يبيع بالميزان كما في الجزائر العاصمه تاني يبيعوا قميشه بالميزان. كاين واحد انا نشري عليه قماش بالميزان يبيع قميشه، قلت لكم يعني مغاره حقيقيه، كما نقول مغاره علي بابا تاع الصح، مغاره علي بابا. عنده قماشات الله يبارك، عنده دونتيل، عنده هذا بيزو بيزو، عنده تاع القضيفه، يعني واش نحكي لكم تاع لي سيرفات هذوك اللي يديروا بهم السبور تاع لي جان، هذوك اللي يلبسوهم يديروا بهم هذوك برميدات كيما نقولوا حنايا. قلت لك عنده ما شاء الله. هنا قبل ما يفوتني الفيديو قلت لكم اللي ما عندهاش سورجي هنا درتها على جالكم، تطوي القماش على سنين كيما درت هكذا وتروح تجوز عليه خياطه. واللي عندها سورجي دير سورجي وتطويه على خطره. يعني هنا كتوضيح فقط، وحبيت نوري لكم مام كي تكون عندك سورجي تقدري تخدمي. شوفوا كيما درت انا هنايا، طويت القماش على 2 وجوزت فوقه خياطه. قلت لكم انتم راكم تفرجوا وكي تكون معلومه نحبس ونقولها لكم هكذا حتى تكملي لا مونش تاعك. قلت لكم وهدايا عنده قماشات يعني ما شاء الله. اذا كنتم مهتمين وحابين تعرفوا هذا اللي يبيع الاقمشه تاع الميزان المكان تاعو، ولا ندير لكم جوله لداخل، حطوا لي في التعليقات. واذا لقيت الفيديو عليه تفاعل اكيد راح ندير لكم. هنا شوفوا قلت لكم اللي ما عندها سورجي دير وحده، واللي ما عندهاش تطوي على 2 وتخيط. قلت لكم حطوا لي في التعليقات واكيد راح ندير لكم فيديو مفصل عنده لداخل، يعني تندهشوا كيما ندهشت انا. شوفوا هنايا تطووا على 2 ومن بعد ديتو للسورجي وبديت نخيط. قلت لكم الفايده هذا تاع قماش بالميزان راح تشروه باقل السعر، يعني يبيع بالكيلو، يحسب لك من الكيلو طلع. تشري 2 كيلو، كاين الكيلو اللي يجي فيه 3 مترات، كاين الكيلو اللي يجي فيه 4 مترات، كاين الكيلو اللي يجي فيه 2 مترات، يعني على حسب سمك القماش. كل ما كان القماش كيما نقولوا حنايا خشين، الميزان راح يكون قل. فهمتوا؟ كل ما يكون القماش خفيف راح توصلي حتى 4 مترات ولا 5 في الكيلو. فهمتوني؟ يعني كيما هادو الأقمشة الخفيفة أكيد راح تربحي فيها. يعني اللي حبت دير مشاريع هذا هو مشروع مربح أيضا. لكم عنده قماشات الله يبارك، قماشات تاع هادوك كاين تاع الحجابات، يعني ماشي هذيك الواو حجابات نورمال عاديين، تقدري تما تجيبيها حتى 26-25 في المتر. بس تشري كيلو، حسبي كيلو يخرج فيه قريب واحد 4 مترات ونص على 25 فحسبي، يعني راح تخرجي بمشروع لكم هايل. إذا حبيتوا كنتم مهتمين بالفكرة وعجبتكم خلوا لي في التعليقات، أكيد راح نوري لكم جولة عنده ونوري لكم واش عنده. أنا كيما هذا القماش اللي شفتوه شريته بالميزان، يعني مكذبش عليكم شحال كان فيه من المتر ما على بالي. خدمت به هذه فوندروب وخدمت به حاجة واحدة أخرى من بعد نحطها لكم أيضا في الفيديو. وكاين أقمشة واحد أخرين خدمت بهم للبيل ثاني.
يعني يخرجوا قلت لكم هايلين، يعني ما شاء الله تربحي في سختو حتى ولا ما خدمتيش للناس تخدمي الا كانوا عندك دراري الله يبارك تشري من هدايا وتخدمي لهم والله غير يجوزوا يشوفوا الشتاء الصيف الله يبارك يعني ما شاء الله. هنا شوفوا ما درت والو في الفيديو كنت سورجيتها كيما شفتوا منا ومنا غلقت ليكوتي بعد جوزت لهم خياطه ومن تحت درت لها السورجي. شفتوا كيفاش كنت ندير كنت نجبد في القماش ونسورجي فيها باش تخرج شغل هذاك البولون تجيب شغل وردة. شوفوا هنا كي كملت قلت لكم هنا تحبوا ديروا الازرار ولا تحبي ديري حاشيه ولا تخليه كيما خليته انا. هنا انا نجوز الوحديد ومن بعد تشوفوا شوفوا هنا كيفاش خرج الفستان تاعي، يعني قلت لكم يجي خفيف وفي اللبس تاعو راح يكون احلى. نقول لكم سلام في فيديو قادم باذن الله. سلام.